هنتكلم النهاردة عن التمكين من مسكن الزوجية وإمتى يسقط حق الزوجة فيه. في البداية عشان ما تفوتكش معلوماتنا القانونية انزل اعمل لنا فولو وسبسكرايب عشان توصلك كل فيديوهاتنا. ومسكن الزوجية هو محل إقامة الزوج والزوجة والأولاد، وبيحق للزوجة الحصول على تمكين منه لو منعت من دخوله أو تم التحايل عليها بالتظاهر ببيعه أو إيجاره للغير. ولو كانت العلاقة الزوجية قائمة بتحصل الزوجة على التمكين بصفتها زوجة وبيكون مشاركة مع الزوج. ولو لا قدر الله الطلاق وقع وكانت المطلقة حاضنة يعني معاها أولاد، هنا بتحصل على التمكين من مسكن الزوجية منفردة. ولو ما كانش فيه أطفال هنا بيسقط حق الزوجة في التمكين. وفي الفيديو القادم إن شاء الله هنوضح إمتى يكون من حق الزوج يخرج أم الأولاد الحاضنة من مسكن الزوجية. ولو عجبك محتوانا واستفدت منه ادعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لغيرك والكل يستفيد. ونتقابل إن شاء الله في معلومة قانونية جديدة.